اللون وبنتيجه باذن الله. يلا اول مكون هنا عندي الكركديه مطحون. عندي 2 معالق كبار ديال الكركديه. غادي نضيف ليه 2 معالق صغار ديال السانوج ولا الحبه السوداء على حسب كل بلد وشنو يسميوها. كنشدها كنطحنها في الطحانه ديال العطريه ونغربلها مزيان حتى نحصل فقط على الدقيق ديالها يكون ناعم فقط. غادي نضيف واحد 2 معالق صغورين وغادي نكتفي بهذا المقدار هذا. بالنسبه للطول والكثافه ديال كل اخت وتعرف شعرها واش قصير واش طويل واش كتيف، فدير الكميه اللي تناسب الشعر ديالها. بالنسبه لهاد الوصفه هذه فانا غادي نبقى نقول لكم اشنو كندير هنايا نقول لكم علاش كنستعمل هاد المكونات هذه وشنا هي الفايده ديال هاد المكونات هذه. فهاد الوصفه عندي الكركديه، عندي سانوج مطحونين، ضفت عليهم 2 معالق ديال القهوه السريعه الذوبان، ضفت عليهم 2 معالق ديال الشوكولات الاسود البني او لا غادي الاسود كما كتشوفوه في الزلافه، راه اللون ديالو كيكون غامق بدون سكر. غادي نضيف مكونات ثانيين بغيت غير نوريكم، لان كنت كنهضر ما كنتش كنقول لكم اشنو عندي في هذه الخلطه هذه. راها بسيطه جدا والمكونات راها متواجده في كل البيت، ماشي شي حاجه اللي مكلفه ولا كتطلب لنا شي حاجه يعني صعيبه. غادي نضيف عليهم 4 معالق صغيره ديال العكر الفاسي. ها هو البنات، بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش 4 معالق صغيره راه كيطلق لوين زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي عندهم الشيبه ولا الزغبه البيضاء ضروري اننا نديروا العكر الفاسي. اللي ما عندوش العكر الفاسي فممكن انه يعمل قشور القرقاع. البنات راه ما كيتواجدوا عند العطار، شريهم وندقوهم اولا نديهم للطحانه يطحنوهم لينا، او لا ممكن اننا ناخذوا امازون. بالنسبه راه موجود في امازون غزال بزاف حتى هو. نحركوا هاد المكونات حيت كلها كتكون محببه، نحركها مزيان ونبقى نضيف ليها مكونات ثانيين. بالنسبه غادي ندير معلقه ونص صغيره ديال الحنه، غنحركهم مزيان وغادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال قشور الرمان. هاد المكونات كلها البنات علاش كنديرها ضروري؟ علاش؟ لان هي اللي كتعطينا اللون للشعر، هي اللي كتصبغ لينا الشعر. الا ضفنا غير الحنه بوحديتها فما غاديش تعطينا داك اللون اللي محبوب، غتعطينا واحد اللون برتقالي اللي حنا ما باغينوش. بالنسبه للقياس اللي كنعطيكم هنايا انايا فانا كندير معلقه صغيره ديال الحنه وتنكثر من مكونات ثانيين. علاش الكركدي كنديرو؟ الكركدي كيطلق لينا اللوين ديالو احمر، كيطلق لينا اللون ديالو احمر يعني، وخصوصا الا كثرنا منه راه كيجي واحد اللوين غزال بزاف. فكندير معاه القهوه، كندير معاه قشور الرمان، كندير معاه الشوكولات الاسود بدون سكر. هادو كيغلبوا وكيعطيونا مع داك الكركدي كيولي اللون ديالو بني، مع معلقه صغيره ديال الحنه. ما كنكثرش منها في الوصفات ديالي كلهم البنات، ما كنكثرش منها، كندير معلقه صغيره. اللهم داك اللون ملي كنديرو انا في شعري كيخرج ليا الشيب اللون ديالو من اول مره. بالنسبه للبنات اللي غادي نقول لهم هذه الوصفه هذه من اول مره اللي غادي ديروها لاول مره غادي ديرها فغادي يخرج ليها اللون ديال الشيب نحاسي او لا اصفر. هذا هو اللون اللي غادي يخرج لكم اول مره للشيب، غيخرج لكم نحاسي او لا اصفر. مع التكرار غادي يبقى غادي وكيغمق. بالنسبه للبنات اللي حابينه يولي لهم صفر، انا شخصيا كنعشق هذاك اللون، تيجيني بحال الشكل ديال لاميش. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو اللون بغاو يغمقوا الشيب فيردوه، راه ما غيوليش اسود، الشيب ما غيوليش اسود، هو غادي يغمق ولكن ما يوليش اسود، غيولي غير اللون ديالو بني مع التكرار ديال هاد الوصفه هذه. فانا هنايا البنات كنصحكم ماشي باش تجيو تقولوا لي راه كذبتي علينا وقلتي لينا وما صدقتش. لا البنات، راه النهار الاول غادي يخرج لكم اللون اصفر ومن بعد مع التكرار يولي نحاسي، مع التكرار غيولي بني غامق. وانا كنهضر راني حركت وضفت المكونات، ضفت عليها مغلي ديال القهوه، يعني خديت 2 معالق ديال القهوه غليتهم في كاس ديال الماء وخلطتهم مزيان. غنخلطهم مزيان باش داكشي ما يبقاش محبب. غادي نخلطهم، غادي نديرها في واحد القريعه ونحتفظ بها النهار كله، اولا نديرها في الصباح ونستعملها في العشيه، اولا نستعملها في الليل ونستعملها في الصباح. الاختيار كيبقى ديال كل اخت وامتى مساليه ديرها. بالنسبه لي انا شخصيا راه ممكن ديروا هذه الوصفه في اي وقت وتحتفظوا بها في مكان مظلم، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، ونستعملوها وقت ما بغينا، راه ما تخسر ما والو.
ما تخسر، ما يطرى لها حتى شي حاجه. انا هاد الوصفه هادي انا مجرباها شخصيا ودايره واحد الكميه لا باس بها وكنخبعها. وقت ما كتبغيو تستعملوها تاخذوا القياس فقط اللي غادي يقدكم للشعر ديالكم، ما كيطرى ليها حتى شي حاجه. تحتفظوا بها. انا شخصيا احتفظت بها مده ديال 10 ايام، يعني مده ديال 10 ايام وانا كل شويه كنطلع عليها ما كيطرى ليها والو. غير ديروا فوق منها واحد المعلقه ديال الزيت فقط، يعني معلقه الزيت، واحتفظوا بها. راه ما طرى لها حتى شي حاجه. كتخمر، كتزيد المكونات تطلق مع بعضياتها. فضروري ان غير قبل ما تسدوا عليها خليوها تبرد، لان ديك القهوه اللي درت انا راها سخونه، يعني المغلي ديال القهوه اللي درت سخون. خليوها حتى تبرد عاد تسدوا عليها. بالنسبه ملي كتخمر كناخذوا القياس اللي غادي يقدنا شعرنا. بالنسبه لي انا هنا درت 2 معالق كبار ديال البلسم، ضفت عليهم معلقه ديال الخل، ممكن انكم ديروا الحامض، وضفت عليهم معلقه ديال الزيت وصافي. هنا غادي ناخذ القياس اللي غادي يقدني الشعر ديالي، والباقي راه غادي نرجعو نخبيه. القياس اللي غادي يقد الشعر ديالي فقط. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا البلسم، اي نوع ديال البلسم ديال الشعر. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا فممكن انهم يعوضوه باصفر ديال البيض. علاش؟ حيت الحنه كتنشف الشعر. هذا هو علاش ضروري اننا نديروا واحد النوع ديال المرطب للشعر، بلسم اولا زيت اولا اصفر بيض. المهم المرطبات ضروريه. علاش؟ لان كنعرفوا ان قشور الرمان والحنه كينشفوا الشعر. واخا ما نستعملناش واحد الكميه قليله، ولكن ضروري اننا نغدوا الشعر ديالنا مزيان باش يخرج لنا رطيطب وناعم في نفس الوقت ما يتساقطش لينا. سهله البنات الوصفه ولا ما سهلاش؟ البنات سهله ولا ما سهلاش؟ انا شخصيا البنات كنصح اي اخت انها تبعد على الصباغه هذيك اللي كنشريو. كنصحكم انكم تبعدوا عليها، راها كتزيد في الشيب. راها مع الوقت كون ما نتوما كديروها كون ما الشيب كيزيد يسرح لكم اكثر واكثر. حاولوا انكم تتجهوا لهذا الشيء هذا الصحي اللي كانوا كيستعملوه جدود ديالنا، وفي نفس الوقت كانوا كيحافظوا به على الشعر ديالهم وكانوا كيغدوا الشعر ديالهم به. المهم البنات مهما عطيتكم حقها في هذه الوصفه هذه راه ما غاديش نكذب عليكم ولا غادي نقول لكم بان راها ماجيك غادي تعطيكم اللون من النهار الاول. راني قلت لكم البنات اللون اللي غادي تعطيكم واحد اللوين اللي هو صفيفر، ماشي برتقالي. لا البنات ماشي برتقالي، غادي تخرج لكم واحد اللوين للشيب صفيفر، ما غادي للذهبي حتى للنحاسي، ومع التكرار غادي يولي بني. ممكن اننا نكرروها 2 مرات في الاسبوع او لا مره في الاسبوع فقط. نكتفيو بها مره في الاسبوع حتى 2 مرات، ونكرروا هذه الوصفه هذه حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا، ومن بعد نوليو نستعملوها مره في الشهر مره في الشهرين. هذه الصبغه الطبيعيه ملي كتشد في الشعر راه ما كتحيدش بسهوله، كتبقى في الشعر على شحال وهي لاصقه في الشعر. فلهذا تنقول لكم يعني اول مره استعملوها ضروري اننا نستعملوها مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع حتى نحصلوا على داك اللون اللي بغينا، ومن بعد نبقاو نستعملوها على فين وفين. راها كتشد مده طويله. غير بالنسبه للبنات اللي شعر ديالهم اسود راه غادي يبان لهم هذاك الغفله ديال في الشمس بان راه اللون الشعر ديالهم تلون، ماشي